والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد الرئيس المحترم، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدتان الوزيرتان المحترمتان، أحييكما على صمودكما معنا تحت هذه القبة اليوم، لأن كنشوف حتى شي وزير الراجل ما بقى هنا. أنتما وتحية للسيدتين المحترمتين. ما عرفتش شنو وقع ولا شنو كيوقع في الحقيقة. أنا حاير حقا. كل من تناول الكلمة وكل من صعد لهذه المنصة لم يشارك ولم يتقاسم التفاؤل مع السيد رئيس الحكومة المحترم، كما لو أنه بقي في البرلمان وفي مجلس المستشارين المعارضة فقط. كل شيء التحق بالمعارضة ومرحبا بهم عندنا في المعارضة. والسيد رئيس الحكومة غارق في التفاؤل. يا ريت نتقاسم معك التفاؤل السيد رئيس الحكومة. الأحزاب في الأغلبية ما متفقاش على الطريقة ديال التسيير ديالكم. يوم البارحة استمعنا إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وكانت صفعة للجميع. السيد رئيس الحكومة صفعة للأغلبية والمعارضة وما بينهما وعلى هامشيهما وما خلفهما وما أمامهما. كانت فعلا بيانات وأرقام صادمة حقا. ثق بي السيد رئيس الحكومة، كنت أعددت خطابا لليوم، عرض ماشي خطاب، يعني عرض لمناقشة الموضوع ديال السياسة الصناعية. والله إلا بكيتو فاش سمعته البارح. قلت غنمشي سأخاطب في السيد رئيس الحكومة ماشي باللغة ديال المعارضة الشرسة أو النقد القاسي، بل سأحاول أن تقتنعون بضرورة فتح الحوار في بلادنا كتغرق. السيد رئيس الحكومة ما صرح به السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يوم البارحة واللي سمع له وداه النعاس محال. الجميع أعتقد أصيب بالأرق، وتألمت في نفسي الآن فاش نسمع اليوم السيد رئيس الحكومة غارق في التفاؤل. على أي أساس؟ شنو المعطيات اللي عندك السيد رئيس الحكومة وما عندناش؟ أعطيهم لنا عفاك. شنو العينين اللي كتشوف بهم؟ أعطينا نشوفوا بهم شوية، ولا النظر اللي عندك أعطيناهم، يمكن ما نشوفوا شي حاجة في هذا الواقع. كنشوفوا انهيار الصحة العمومية، انهيار التعليم، انهيار الاقتصاد ونقولوها. وماشي عيب يجي السيد رئيس الحكومة ويتوجه بالنقد الذاتي، ماشي باستعراض أمور ما كاينه فقط إلا على الورق، أما في الواقع كاين البؤس. السيد رئيس الحكومة المحترم، اليوم البارحة وأنا أستمع بإمعان للسيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حضر إلى ذهني وضع مأساوي لمناضلة في مقتبل عمرها، الشابة سيليا التي تقبع اليوم وراء القضبان فقط لأنها صرحت أنها خائفة على وطنها. وكنقول فاش كنت كنسمع السيد الرئيس الأول، من هو الأجدر أن يكون خلف القضبة؟ تلك الشابة مع شباب منطقة الريف الذين صدحوا بمطالبهم العادلة والمشروعة وأقر بها الجميع.
أطلقوا سراح هذه الشابة وأطلقوا سراح جميع الشباب. السيد رئيس الحكومة عافاك. طلقوا السراح ديال هاد الناس، ديال هاد الشباب، واجيو نجلسوا نذكروا لأن البلاد غادية لا قدر الله لأوضاع كارثية. نهضروا على التسريع الصناعي، ماشي على التسريع، نهضروا على السياسة الصناعية شوية باش ما نبقاش غير في هذا الموضوع. واش كاينه بعد سياسة صناعية السيد رئيس الحكومة؟ أنا أستبق القول وغنقول ما كايناش سياسة صناعية، كاينه سياسة لا صناعية. وغنقول لك بالأرقام، غنقولها لك بالأرقام. كاين لا ديزاندسترياليزاسيون في البلاد، ونعطيك المؤشرات. الوتيرة ديال نمو القطاع الصناعي هو كقطاع من عهد الأستاذ جطو إلى 2016 نزل من 4% ل 1.2%. وعندك عاوتاني تقول لي هذه الأرقام وهمية. راه ديك المرة قلتيها وجا وزير المالية وقال هذه الأرقام صحيحة. إذا هذه الأرقام راه من المؤسسات الوطنية. من 20 ل 13% السيد رئيس الحكومة المساهمة في الناتج الداخلي الخام. من الثمانينات إلى اليوم نزلات من 20 إلى 13%. وانتم قلتوا راه التسريع الصناعي غيرفعها، وما قلتوا لناش كيفاش. غنرجع لهذا الموضوع فيما بعد. باش كنعرفوا واش كنديروا الصناعة، كنشوفوا الحصة ديال المعدات، الماكينات، الآلات ديال الصناعة، الحصة ديالها في الاستثمار الوطني نقصات السيد رئيس الحكومة من 38% ل 32%. باش غادي نصنعوا؟ كنقولوا احنا غاديين في التصنيع، غاديين في إزالة التصنيع، لا ديزاندسترياليزاسيون. شحال من منصب شغل ضيعناهم في القطاع الصناعي؟ 137 ألف منصب شغل السيد رئيس الحكومة. كتهضروا على الاستثمارات الأجنبية، غنقول لك واحد الرقم فضيحة. كتقولوا الاستثمارات الأجنبية ويعني وانت فرحان. 7% فقط منها اللي كتمشي للصناعة السيد رئيس الحكومة. 7% فقط لا غير. 93% العقار والخدمات ليزوتيل، داكشي اللي نتوما عارفين. إذا ما كايناش سياسة صناعية. اللهم وإلا بغيتوا ديروها، جربتوا المخطط الإقلاع الصناعي فشل. اليوم كتسرعوا، يعني المخطط التسريع الصناعي غادي للفشل. أنا كنت كنتظر منك السيد رئيس الحكومة تجي دير التقييم أمي باركور. دازت عامين ونص، بقات عامين ونص. أعطينا التقييمين فين وصلنا اليوم، ما عطيتيهناش، لأن الحكومة ما عندها ما تقول. وبعد فينا وزير الصناعة السيد رئيس الحكومة يجلس حداك تما ويعطيك المشورة ويجبد الأوراق ويكتب ويعطيك، نسولوه وجواب. ما كاينش، ما كاينش. أنا أشفق على الحكومة بكل صراحة قبل الشفقة على البرلمان. ما عندوش الحق، كان خصو يجي حداك كيما جا وزير الوظيفة العمومية في المحور الأول. مخطط الإقلاع الصناعي السيد رئيس الحكومة فشل. كان الهدف ديالو تحقيق 6% من نسبة النمو. ما غنهضرش في هذا الشيء كثير، لأنه هذا العام درنا 1.1%، يعني السنة اللي ودعنا 2016، وما عمر وصلنا هذه النسبة. الهدف كان يحقق واحد القيمة المضافة ديال 53 مليار درهم، ما عمر وصلناه. الحد الأقصى 28 مليار درهم السيد رئيس الحكومة، يعني 50% تقريبا وما كاملاش من الهدف. كان الهدف هو رفع الحصة ديال الصناعة في الصادرات 95 مليار درهم. عرفتي شحال درنا؟ درنا فقط 24 مليار درهم. كان غيخلق 250 ألف منصب الشغل، وانا قلت لك شحال خسرنا ديال مناصب الشغل. الأدهى 9 المليار ديال الشعب أنفقت على تهيئة 19 مليون متر مربع من المناطق الصناعية. شحال تسوقت السيد رئيس الحكومة؟ وأنا متأكد عندك هذا الرقم. الفضيحة 350 ألف متر مربع، أي 2%، أي 2%.
ضياع 9 المليار ديال الدرهم. كاين شي فشل اكثر من هذا؟ كاين شي فضيحه اكثر من هذه؟ ونقول على ان المخطط الاقلاع الصناعي، وقلتها بملء فمكم السيد رئيس الحكومه المحترم بانه كان ناجح، وجا التسريع اللي كاين دارج ضمن حتى هو المخطط الاقلاع الصناعي. ما عطيتوناش الارقام، وزير الصناعه ما كيعطيش، وانتم ما عطيتوش، ما عرفناش شنو غنديروا في التقييم ديال هذا المخطط. ولكن غنقول على انه المرتكزات ديال هذا المخطط مرتكزات فاشله وما مأساش. يتحدث عن المهن العالميه، الطيارات والسيارات، او السيارات والطيارات. غنقول بعض الامور هنا، يعني ذكرت كثير في مناسبه مناقشه القانون المالي، ولكن غنعطي غير واحد المؤشر السيد رئيس الحكومه. عرفتي شنو هي البلدان اللي تقدر تدخل في هذا القطاع ديال السيارات والطائرات؟ هي اللي عندها واحد المؤشر كيتسمى التعقيد التقني، لانديس دو كومبلكسيتي ايكونوميك، خصو يوصل 3.5 نقطه، والنقطه محدده ما بين 0 و4 عالميا، اللي متعارف عليه باش دير الصناعه ديال السيارات والطائرات خص يكون عندك 3.5. شحال عند المغرب السيد رئيس الحكومه وانت عارف؟ انا غنقول لك عندنا 0.8. يعني يشلو. انا كنطرح سؤال، يعني علاش غياب الصدقيه عند الحكومه في اعلان الارقام؟ وكتقولوا رفع الصادرات، ما رفعاتش الصادرات، ما عندناش قيمه مضافه لسبب بسيط، ما عندناش قيمه مضافه. شحال من جزء كاين في السياره؟ كاين 3000 جزء، دوك الجزء بسيط من الرويده للبوله، داك الشيء ديال الموتور وداك الشيء كله، كاين 3000. 75% كنستوردوها من برا، 75% كتجي من برا، لان ما نقدوش نصنعوا. اذا ديك 0.8 نقطه في التعقيد التقني الاقتصادي اللي عند المغرب يا الله كيكفيه باش يلصق البولونات. وقلناها الوزير المالي وكان كيضحك، وبصح راكم كتلصقوا البولونات لانه كتشريو من برا، كتركبوا هنا وكتصدروا على برا، وما كتربحوا والو. 20% ثم كتقولوا 30%. انا لا اثق واتحفظ على هذا الرقم. 20% كنجيبوا كنصدروا 100 درهم، عندنا غير 20 درهم في ديك 180 درهم بداوها مواليها على برا. وبالمناسبه راه 13 مليار درهم كتخرج سنويا، 13 مليار درهم ديال الناس اللي كيسدوا كيجيو المستثمرين كيديو فلوسهم على برا، او الارباح اللي كيخرجوها على برا. اذا فالمنطلق منطلق خاطئ من اساسه. فالصناعه احنا قلناها، كنا من السباقين الى اعاده النظر ومراجعه النموذج الاقتصادي في بلادنا، والعماد ديال هذه المراجعه هو التصنيع. قلناها، ولكن ماشي بهذه الطريقه، ماشي بهذه الطريقه ديال ما يسمى في القاموس وفي الادبيات الاقتصاديه بالقفز الطويل. بغيتي تركز من والو، ما عندك والو، الارضيه 0، وبغيتي توصل للطيارات والسيارات. هذا كيكسر القفز الطويل. ما اخشاه هو قفز في الفراغ، هو قفز في الفراغ لاقتصادنا مع الاسف. ولا قفز في الفراغ غيبقى معلق، لان ما كاينش الجاذبيه اللي غتحطوا الارض، اللي تعاود تحطوا الارض، وهذا ما نخشاه على بلدنا. لان فالسيد رئيس الحكومه المحترم، ولا بغيتوا فعلا الصناعه تنجح، خاص الصناعه اللي تنطلق من الاساس اللي عندنا في البلاد، من هذا الشيء اللي عندنا. حنا سمحنا النسيج مشى، النسيج مشى السيد رئيس، وانت عارفه. وكتجي كتقول التسريع الصناعي راه درنا النسيج ودرنا الفوسفات، والفوسفات اش دار؟ عيب وعار. قرن هذه وحنا عندنا الفوسفات باقي ما كنصنعوا حتى حاجه.
ما عندنا ان سول بروفي ما عندناش في الفوسفات، ان سول بروفي 100 عام عباد الله. حرام. يعني هذه سبة لذكاء المغاربة. فأعتقد على أنه اليوم في المغرب محتاجين إلى حوار وطني لكل مكونات الطبقة السياسية. ما نغمضوش عينينا وحنا غاديين كنغرقوا راكبين في نفس المركب. ندعو إلى مصالحة وطنية، ليس من موقع لحزب الأصالة والمعاصرة في ضعف أبدا، ولكن السيد رئيس الحكومة المحترم فكر اليوم أنه اللي طلع هذا المنصة انتقدكم. ما الذي يحدث في بلد؟ ما الذي يجري في البلد؟ انت واحد ما فرحان، انت واحد ما فرحان. هذه بلادنا نجلسوا الارض كاملين. وللقول أن بلادنا تنعم باستقرار محسود عليها، واش الواحد كيغلط راسه ولا كيغلط الشعب ولا شكون اللي كيغلط؟ الحمد لله أمنيا، ونحيي بالمناسبة رجال الأمن بكل الأجهزة والمؤسسات الأمنية في بلادنا، ولكن أتحدث عن الاستقرار الاجتماعي وليس عن الاستقرار الأمني. الاستقرار الاجتماعي ما كاينش السيد رئيس الحكومة. أنا خوفي وأخشى ما أخشاه هو من كل المناطق اليوم في المغرب باستثناء الحسيمة اللي صامتة. ما خايفش من الحسيمة. كيفاش كيقولوا ليها المغاربة؟ تخاف من الهرهوري ياك؟ لا، ما تخافش من الهرهوري وتخاف من السكوتي. الصوت الحسيمة مسموع، ما نخافوش منه، نخافوا من الصمت الرهيب الذي يسود باقي الأقاليم رغم الهشاشة الاجتماعية، البطالة، الفقر، غياب التطبيب، غياب التعليم، غياب أبسط شروط العيش الكريم. وبالتالي فالمجيء إلى هنا في هذا المنبر والقول الحمد لله وخص يكون عندنا الأمان، وشوفوا ذاك الكأس الممتلئ، راه فينا هو الممتلئ الإخوان باش يشوفوه. صحيح كاينه مكتسبات في بلاد، وهذا الأمر ما كيعودش وما كيهمش فقط الحكومة الحالية، تعاقب الحكومات كلها اللي كنجنيو اليوم السياسة ديال تعاقب أو تعاقب سياسات اللي غير سليمة، وها فين وصلتنا اليوم. إذن كل واحد يصغر شوية راسه، كل واحد يصغر شوية راسه ويجلس الأرض وتحاور مع خوتو. حنا خوت، حنا مغاربة، حنا مغاربة. الطبقة السياسية خصها تراجع الأسلوب ديال الحوار، الأسلوب ديالها في العمل السياسي. حرام هذا الشيء اللي كنديروا في بلادنا. نجلسوا ونتحاوروا بجميع المكونات وخاصة الشباب، نتصنتوا للشباب. اللي يشرف يخلي بلاصتو للشباب. أنا هو الأول، واخا باقي ما شرفتش بزاف، باقي ما وصلتش. الشباب وي الشباب اليوم اللي ما انتبهناش ليهم هما اللي خصهم يديروا السياسة اليوم، هما اللي خصهم العناية خاصة وفائقة من طرف الحكومة ومن طرف كل مؤسسات ديال الدولة. فإذا في إطار المناخ اللي كنتذكروا عليه الاستقرار الاجتماعي مسؤوليتنا جميعا الحكومة بالدرجة الأولى، ولكن كذلك سيادة الحق والقانون. أنا غنقول وغنجازف القول ما كايناش سيادة القانون. راه شفتي الأرقام السيد رئيس الحكومة، حنا فايتين المعدل بكثير من ضمن الدول اللي ما فيهاش سيادة القانون. كاين مشكل في الدستور، خصنا نجيو نعاودوا نتذكروا على ماشي مشكل في الدستور
ربما قد يكون المشكل في تنزيله وإعماله، وهذه مسؤولية على كل مكونات الطبقة السياسية. شكرا.